في مفاجأة غير متوقعة، اكتشفت الإعلامية بوسي شلبي أثناء تجديد بطاقة هويتها الشخصية أنها ليست أرملة الفنان الراحل محمود عبد العزيز كما كانت تعتقد، بل مطلقة منه رسميا منذ 26 عاما، وهو الأمر الذي شكل صدمة كبيرة لها ولمتابعيها. بحسب ما تم تداوله، علمت بوسي شلبي بوجود وثيقة طلاق رسمية تحمل توقيع الفنان الراحل، وذلك خلال محاولتها تحديث بياناتها في السجل المدني. وكانت الصدمة الأكبر أنها لم تكن على علم بهذا الطلاق من قبل، حيث استمر زواجها منه فعليا حتى وفاته في 2016 دون أن يخبرها أحد بهذا الإجراء القانوني. لم تقف بوسي شلبي مكتوفة الأيدي أمام هذه المفاجأة، حيث توجهت إلى قسم الشرطة لتحرير محضر ضد المأذون الشرعي الذي قام بتوثيق الطلاق، متهمة إياه بتزوير الوثيقة. كما قدم محاميها بلاغا رسميا يطالب فيه بفحص صحة التوقيع المنسوب لمحمود عبد العزيز، مؤكدا أنه لا يتطابق مع توقيعاته المعروفة. وأشار المحامي إلى أن الفنان الراحل كان قد وقع بنفسه على وثائق رسمية تفيد بأنه المحرم الشرعي لزوجته بوسي شلبي أثناء أداء مناسك الحج والعمرة، وهو ما ينفي تماما إمكانية وقوع الطلاق قبل وفاته. أثار الخبر حالة من الجدل بين الجمهور والمتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تساءل الكثيرون عن كيفية عدم اكتشاف هذا الأمر من قبل، خصوصا عند استخراج إعلام الوراثة بعد وفاة محمود عبد العزيز. كما أبدى البعض دهشته من توقيت اكتشاف الواقعة، مشيرين إلى أن مثل هذه الوثائق لا تبقى سرا طوال هذه المدة. حتى الآن لم تصدر الجهات الرسمية بيانا نهائيا بشأن صحة الوثيقة أو حقيقة ما جرى، لكن القضية أصبحت حديث الرأي العام، حيث ينتظر الجميع نتائج التحقيقات لمعرفة ما إذا كان الطلاق قد وقع بالفعل، أم أن الأمر لا يعدو كونه واقعة تزوير تستوجب المحاسبة.